Hi ladies, welcome back to my channel. عم بعمل اليوم get ready with me لأني رايحة عند سهرة خطبة وقررت انه اصور لكم كيف حضر حالي. هلا عم استعمل اول شي كريم المرطب من غارنيه، هذا للبشرة الدهنية. كتير حبيته جايز. هذا الفيديو ما انه سبونسرد بس هن بعتولي حتى لجربه. كتير حلو قبل الميك اب. هون عم جرب حطه، مفروض هو ينحط بالدينة بس انخزق. اوكي عم برجع امسحهم بالقطنة. على فكرة ما بعرف إذا لاحظتون وأنا غيرت اسم التشانل و I'm so excited، صار اسمها That's So Rachel. ما بعرف إذا حبيتوه بس أنا لأنه حسيت إنه على هيدا التشانل عم بعمل أشياء غير بس بيوتي، فحسيت إنه صار لازم غير. هلا عم حط الفاونديشن من ماك، هو الفيكس فلويد فاونديشن، وعم بعمل له بلندنج بهيدا الدنس كابوكي براش من مورفي. الاشخاص الجداد على الشانل بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل وتضغطوا على جرس الجرس حتى اللي يوصلكم نوتيفيكيشن مني كل ما نزل فيديو. هلا اللي عم بعمله عم برجع بالبيوتي بلندر، عم برجع اعمل تابينج على الوجه حتى نشيل كل شيء اكسس ويبين الفاونديشن ناتشورال اكتر. هلا عم حط الكونسيلر من هذا البرولونجر كونسيلر من ماك بالNW25، عم حطه حوالي عيوني وتحت الانف وحوالي الفم كمان لانه اول بيكون في محلات اسود. هلا يلي صار انا انه استوعبت انه بدي اعمل عيون قوايا، اندمت لانه عملت فاونديشن قبل لان بعرف انه حيهرهر، لانه اللون اللي رح استعمله هلا بتشوفوا كتير بهرهر مع انه كتير بيجمنتد بس بهرهر، فهلا بتشوفوا شو رجع صار معي. هلا بعمل كونتورينج بال هيدا النيكد سكين من Urban Decay بالرقم ديب وباليلو كمان. عم بعمل هايلايتنج على الانف. اذا بتحبوا اعملكم ابديتد فيديو عن تصغير الانف قولولي بليز بخانة التعليقات تحت. وانتو كيفكم؟ شو اخباركم؟ هيك ما عم بعمل شي هلا. اوكي عم بعمل له بلندنج بالبيوتي بلندر. على كل حال اللي صار معي رح اخبركم انه عملت كل الميك اب، عملت ميك اب العيون وهرهر كتير، فرجعت اضطريت اعيد كل شي، شلت كل وجه رجعت عدته. بس انه حبيت حط لكم، ما رجعت حطيت لكم كيف رجعت حطيته لانه حطيته بنفس الطريقه. هون مضطره انا اعمل بيكنج على اساس انه بركي بس يهرهر بقدر ارجع شيلهم، بس لما رجعت نفضتهم كان بعده معلم اللون الازرق. انا مش كتير اصلا بحب اعمل بيكنج بس كنت عم جرب هلا اتفادى تهرهر. عم بلش هلا احط اول شي لون بيجي بينك على موف. هذا بعتقد بلاش من باليت المورفي. هلا من الاربن ديكي، هلا بكتب لكم اسمها بالديسكربشن بار تحت. عم بستعمل هيدا اللون نيفي بلو كتير حلو كتير حلو، بس هيك اي شادوز غامقين كتير بهرهروا، هاي هي المشكله. عامله مده على كل الجفن المتحرك، وبالاخر بدي اعمل له مثل وينك حتى اسحب العين ارجع اوصله مع الرسم اللي عملته. مثل ما شايفين هرهر كله ونزع الدنيا يعني. وهلا مسحتهم لاحظت انه ما عم بيروحوا، فقررت ارجع عيد. فعطول بنصحكم لما تكونوا مقررين تعملوا عيون قوايا تعملوا عيونكم قبل، لان انا هلا نسيت صراحه بلشت بوجهي لان كنت معوده انا بلش بوجهي. عم برجع ارسم ايلاينر على خط الرموش دغري واسحبه مع سحبه الاي شادو يلي سحبتها قبل. على فكره لما تعملوا اي شادو بهذا الشكل كتير بتهين عليكم قصه الايلاينر. هلا عم بستعمل ماسكارا المفضله عندي من بورجوا يلي هي انسوجون، وهول اللاشز من هدى بيوتي، مش ما بعرف صراحه شو اسمهم لانه مغيره العلبه. هلا عم بستعمل من كات فان دي باليت شيد اند لايت الكونتورينج شيد، وعم بنحت وجهي. ومثل ما شايفين هلا رجعت انا عدت الفاونديشن يعني مبين انضف، وعم برجع كمان علم الكونتورينج تبع الانف. اللي بحب اعمله انه اخد بودر فاتحة وحط على اطراف الانف حتى يبين كأنه فلات، ببين ساعتها اصغر الانف، وبحطها شوي تحت العين. وهلا كمان عم بستعمل البلاش من
مورفي باليت تبع البلاشز. واخر شي soft and gentle highlighter. I love this highlighter. عم بحطه على التشيكس من فوق وبمده حد الحاجب، وكمان اكيد على الانف، راس الانف والجسر كمان. and I think that's it. هلا بدي اعمل شعري كان كتير سامبل، ما كان بدي اعمل شي مفزلك، بس كان عبالي قربته بوني تيل لانه اللوك اللي كنت رايحه عليه كان شوي هيك سامبل، وكنت لابسه اسود. هلا افرجيكم اللوك بالاخر. مثل ما شايفين اول شي عم بقسم شعري بالنص. بدي اللي اعمله انه اربط الشقفة التحتانية لحالها حتى لما تعمل بومبي من تحت، يعني بديها تكون شديدة مبينة من تحت. رح اربطها لحالها بالاول، وراح ارجع اربط شعري كله. هذا الشي بيعطي اصلا فوليوم كمان للبوني تيل، وبذات الوقت بتكون مشدودة من تحت. بحس هيدا الميك اب مع هيدا الشعر. وهلا اذا بحط حلق كبير بيطلع كتير حلو وسامبل. واكيد عم باخد خصلة من الشعر وبرمها حول الربطة حتى ما تبين. هلا عم باخد سبراي شعر، وكل هيك الشعر المتطاير عم برجع امسحه لورا حتى يبين سليك ونضيف اكتر. هلا حطيت حلق و I'm ready to go. لبست فستان اسود كتير سامبل وهيك فيه قماش. So thank you so much for watching. ما تنسوا تتابعوني على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وسناب شات، وانا بشوفكم الفيديو الجاي.